مو مثل بعض. فهون يتأثر الشخص، يتأثر والمجتمع كمان اللي نحن عم نعيش فيه عم يتأثروا بهاي الصحة أو بمفهوم الصحة اللي عم نعيشها، أو من خلال إذا كان البيت أو كان خارج البيت، إن كان بالشارع إن كان بالضمن المجتمع، أو إذا كان مثلا بمكان اللي انت عم تعملي فيه، عم تشتغلي فيه، كان بالمدرسة كان بالجامعة، يعني أي مكان انت متواجدة فيه، إنه ممكن هون يكون في تأثير على الصحة بشكل عام. كمان إنه نحن عم نربط كمان بين التطور الفكري الثقافي كمان للصحة والمجتمع مع بعضها كمان. بسياسة الصحة بحياتنا كانت فكرية، تاريخية، سياسية، ثقافية، توعوية، يعني عم تأثر علينا. كمان هون التأثير اللي يصير علينا حتى انه بحياتنا او بالمرحله اللي نحن عم نعيشها، حتى بحياتنا الاجتماعيه كمان، انه هون ممكن انه ياثر علينا او ياثر على الحياه اللي نحن عم نعيشها. كمان انه نحن كمان نحاول، طبعا نحن من الاول طبعا كانت الصحه هي اساس حياتنا. هون بالبدايات انه الانسان اول ما عم يخلق في الصحه انه حياته صحيه، هذا الشخص السليم. نحن عم نقول العقل السليم في الجسم السليم. طالما انه انا عندي عقل افكر فيه، كمان ياثر على الصحه تبعيتي من خلال تفكيري، ثقافتي، معلوماتي اللي موجوده عندي. فهون ممكن يكون في تاثير علي بهاي المرحله او بمراحل حياتي اللي انا عم عيشها. كمان انه هون يعني من الحياة اللي نحن عشناها من الأول، من اليوم المولد لحتى نهاية حياتنا، الصحة تكون لها دور رئيسي بحياتنا. الوراثية اللي تصير بحياتنا عن طريق العقل، المفهوم، التاريخ اللي نحن موجودين فيه، انه نقدر نحن نتجاوز هذا الشيء بالفكر الصحي اللي عنا، بالمعلومات الصحية اللي عنا، نقدر نتجاوز هاي المرحلة من المراحل بحياتنا. انه نحن كمان مثل ما قلنا من الاول كانت الحياة الصحية حياة بدائية، فهون لما كان المجتمع بدائي كان المجتمع صحي اكثر. نحن حياتنا الصحية كانت مثل حياتنا هلا، يمكن الماما تعرف اكثر من الجيل هلا اللي طالع. حياتنا الصحية كانت بالاول غير هلا بكثير. لحد هلا ستي وستك وضعها الصحي احسن من وضعنا، مظبوط ولا لا؟ ليش؟ لانه كان اعتمادها على الغذاء الصحي، كان اعتمادهم على البيئة، فنحن جينا غيرنا هذا المفهوم كلياته، اثر علينا تأثير كثير كبير. فهون من الناحية رح نحكي انه شو هي علاقة الصحة بالثقافة. رح نشرح علاقة الصحة بالثقافة وكيف تلعب الثقافة دور بحياتنا الصحية. احنا عم نعيش فيها، ما كانت مثل هلا انه كل شيء موجود وكل شيء عم يجينا مو صحي، كل شيء عم يجينا جاهز ومعلب ومحفوظ، مزبوط ولا لا؟ كل شيء حتى الخضرة تبعتنا هلا عم نلاقيها جاهزة وبأكياس وبرطمانات، عم ناخذها وعم نمشي. فلا، ايام القريه كانت بيئه صحيه، الخضره انت كنتي تسقيها بايدك بميه نظيفه، كان سمادها سماد طبيعي. الاكلات او المنتجات الغذائيه اللي نحن عم نستعملها ونحن عم ناكل منها، مشان هيك صارت عندنا كثره الامراض والاوبئه والمشاكل الصحيه. الولد اللي عمره 4-5 سنين صار عنده نقص كلس، نقص فيتامينات، معادن، الياف، بروتينات. عم نشوف من هو صغير مشاكل عظميه عنده، عم نشوف عنده مشاكل نظريه من اعتماده على ايش؟ على الالكترونيات، على الموبايلات. فصارت هاي التاثيرات كثيره عليهم، مشان هيك صار مشاكل صحيه كثيره. هون البيئه تغيرت، البيئه صارت بيئه راسماليه، بيئه انتاجيه، صارت تأثر على حياة الفرد، حياة المجتمع كثير، هيك صارت تأثيراتها عليهم. كمان انه طبعا اللي يستفاد من هدول هي الرأسمالية اللي هي عم تستفاد من هاي الأمور التجارية، هاي الأمور اللي هي عم تاخذ وتبيع
وتشتري وعم تلاقي إلها يعني شخص أو إنسان يستلقى ويشتري منها. عشان هيك عم يصير كمان إنه نحن كمان مثل ما قلنا كثرت الأمراض، خاصة بهاي السنوات الأخيرة عم تلاحظوا أمراض السرطانات كثرت، إن كان الربو، إن كان الحساسية، أمراض السكري، أمراض الوراثية، يعني عم نشوف كثرت عنا الأمراض. ليش يا ترى برأيكم؟ ليش يا ترى كثرت عنا الأمراض خاصة بهاي السنوات الأخيرة؟ التلوث البيئي له دور، غير التلوث البيئي كمان أكل اللي ناكله، غير الإلكترونيات، التليفون، الإلكترون، الإنترنت بشكل عام. نحن عم نحط الموبايل عم نشرب، عم نحط الموبايل عم ناكل، حتى عم ننام الموبايل بإيدنا، مزبوط ولا لا؟ إمتى كان يسهر الولد للساعة 3 و4 الصبح؟ إمتى؟ على الموبايل. إمتى نحن كنا قاعدين بغرفة 3 4 وكل واحد منا عايش بمجتمع لحاله؟ هلا نحن مو هيك؟ هلا عم نروح مثلا زيارات عم نلاقي 1 2 3، ما عم نلاقي مجموعة أو نلاقي شخص واحد، مزبوط ولا لا؟ ليش؟ لأنه نحن صرنا مرتبطين في ارتباط كامل، مع أنه إيه أنا ممكن أستفاد أنا من الإنترنت أو من الموبايل أو من